الجول اتلغى كنت عايز اقلع التيشيرت بتاع البلد واسجد سجد شكر قسما بالله. زيزو ما يستاهلش ياخد اكتر مني في الشغل اللي انا لسه هشتغله. يعني ده شكلها كده نتحبس الموسيقى ما اعرفوش ما اعرفوش. اللهم صل على النبي. ولادك يا مصر الف مبروك ليا الحمد لله انا مبسوط كانت هتبقى قفله واحنا كنا قاعدين اخر 10 دقايق بنقول حرام ما نصعدش اول، بس بعد ما الجون اتلغى نبص ايدينا وش وضهر احنا صعدنا تاني. يا باشا عندنا فصلت شاشه الماتش واحنا في الاول اتصدمت فصلت وربنا فصلت فتحت وقال لك ايه ما دي يعني مش مبسوط ولا ايه؟ الجول اتلغى كنت عايز اقلع التيشيرت بتاع البلد واسجد سجد شكر قسما بالله اسجد لربنا عشان احنا بس صعدنا تاني. هو الجون اتلغى اوف سايد، احنا كنا بنطلع اصلا ان هي لمسه يد، بس الحمد لله طلع اوف حاجه بقى الحمد لله احنا راح يا مصر واسبانيا. مصر دعاء المصريين البلد دعاء المصريين يبان اصلا في الكوره كمان اللي قبل منها اللي جت في العارضه. احنا ده مش منطقي ثلاث هجمات جايين احنا شعب متدين في الماتش. سيبك من كل احنا شعب متدين احنا ربنا بيحبنا احنا اقرب منهم لربنا اصلا. دعوه 40 غريب مستجابه، ما بالك 120 مليون مصري مسلمين ومسيحيين. اكتر شعب بيحب الكوره ويقعد يشجع. احنا احسن شعب يتكلم في اي حاجه. الحمد لله نلبس في الارجنتين بعد الماتش اللي جاي احسن ما نلبس في فرنسا الماتش الجاي. بالظبط اي حاجه نطلع من ميسي ولا من الباب يقول لك اللي هياخد البطوله الحمد لله. مبروك يا رجال. انا ارجنتيني ما بشجعش مصر. ليه يا عم؟ انا عايز اسال السؤال بقى طالما سونكو وصل بقى للناس والكلام ده. الواد هيثم حسن ما بيلعبش ليه؟ سبحان الله مش عارفين، بس والله العظيم صلاح طلع ليه؟ ما نعرفش نتكلم طالما الدنيا ماشيه، ما نقدرش نكلم كابتن حسام في حاجه، طالما الراجل بيكسب ما نقدرش نكلمه. يا عم الف مبروك لمصر والمصريين لازم نكون. وعشان كده انت زعلان من حسام. ما فيش الا واحد بس بتعمل من الزمالك اللي بيلعب، فطبيعي ما اشجعش. بس النهارده كانت هتبقى قفله وحشه قوي بعد الجول اللي دخل. الحمد لله انا صعدنا التاني، كنا صعدنا. انت كنت فرحان والله زعلت والله، اصل احنا عايزين نصعد يعني بقالنا كتير ما فرحناش، وربنا يستر وما نصحاش نلاقي البنزين غالي بس يعني ربنا يستر يعني هم يكسبهم واحنا نتبع على دماغنا. بص كتير يعني ولا ايه؟ يعني ده شكلها كده نتحبس الموسيقى ما اعرفوش ما اعرفوش. حبيب قلبي. رايك النهارده في تأهل مصر دور ال 32؟ ده زي الخرا. هو الاداء النهارده بص ممكن تحسبها ان هو المنتخب بيلعب باريحيه ضامن، بس الحمد لله يعني كانت تبقى فيه عشان احنا هنخسر، بس التعادل حلو. قول اللي انت عايزه برضه، انا مش بحجمك بس الحمد لله احنا المنتخب في الماتشات اللي فاتت بسم الله ما شاء الله عليه الله اكبر. النهارده مش احسن حاجه، النهارده مش احسن حاجه زي ما انت قلت، يعني ايه اللي انت كان نازل كسبان يتعادلوا معاك ويحط فيك التاني ويتلغى. دي حاجه تزعل كواحد مصري وكده، دي حاجه تزعلني فعلا. الناس كانت بتحلم احنا نصعد اول ونوصل نهائي، بس ان شاء الله يعني بس ان شاء الله اللي انت كسبها هي اللي تصعد اول يعني. ما علينا بقى. هقول لك على حاجه، هي عدلتها اصلا بلجيكا اول احنا تاني كتصنيف، ولكن احنا كنا نفسنا نصعد اول عشان للتاريخ احنا اول مجموعه بلجيكا وكلام من ده، بس احسن من ثالث. اخر الماتش دخل فينا جول بس الحمد لله اتلغى. الحمد لله وده مشرف، وان شاء الله نعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله بخير. ارجنتين كده مش هنكسب فمش مهم. الواد ياسر ابراهيم ده راجل ابن المنصوره والله راجل. رغم ان احنا كنا املنا ان احنا ننزل نكسب سكور بقى بعد الاداء المباراتين اللي فاتوا. يعني الف مبروك، وان شاء الله احنا هنقابل استراليا تقريبا. استراليا الجمعه هنكسب ان شاء الله. وبعدها الارجنتين كده مش هنكسب فمش مهم. زعلان ان احنا ما صعدناش اول ولا الحمد لله؟ زعلان جامد ان احنا ما صعدناش اول، لان بصراحه كنا نستحق نصعد اول، بس واحنا ضيعنا الماتش ده من ايدينا وضيعنا ماتش بلجيكا. بس احنا عملنا ماتش جامد قدام بلجيكا وعملنا ماتش جامد قدام نيوزيلندا. الشوط الثاني جامد تمام. الماتش ايران احنا اللي ضيعناه من ايدينا بصراحه بتبديلات انا شايف انها غلط. انا شايف الناس ماشيه في الشوارع بتحتفل اهي. لازم نحتفل يعني طبعا، لازم نتبسط، لازم نمشي لغايه يوم الجمعه. احنا كنا هنروح زعلانين لو كان الجول الاخير ده اتحسب. والله ده انا زعلت ان احنا زعلنا رغم ان احنا نكون اتاهلنا ودي عمرها ما حصلت، بس كانت تبقى قفله وحشه برضه. لا ما هي هتبقى قفله تزعل، ما نستحقش نصعد. الواد ياسر ابراهيم ده راجل ابن المنصوره والله راجل. بتطلع طول عمرها نجوم خطير. حاجات جديده يعني، جبنا 5 تجوان في كاس العالم وصعدنا وكسبنا ماتش وتعادلنا مع بلجيكا، فافتكر احنا طلعنا بحاجه. اتمنى ان مرموش يطور من اداؤه شويه. الله يبارك له، يريح الماتش الجاي. لازم يريح فعلا الماتش الجاي، وننزل حمزه عبد الكريم شوط كامل مثلا، يعني نظبط الدنيا شويه. هيثم حسن يلعب، ناخدها بقى ماتش ننام براحتنا، واحنا كده عملنا نعدي من استراليا نقابل الارجنتين.
ما احنا ما هي الارجنتين تلعب راس اخضر هنلاعب الارجنتين هنقابلهم باذن الله، باذن الله هنكسب زي الفل مرضيه يعني هنكسب. احنا كده كتبنا التاريخ انا واثق في المنتخب ان شاء الله نكسب باذن الله. حبيبي شايف الماتش النهارده ازاي؟ هو كان ماتش سيء اداء، التبديلات ما كانتش احسن حاجه، سيبنا المباراه كان في استسهال جامد، بس الحمد لله يعني كان في شويه تركيز من بعض اللاعبين فكانت الدنيا تمام يعني الحمد لله. محمد هاني كان اداؤه كويس، ياسر ابراهيم لما نزل ده اول واحد، انا اسف الراجل ده اول واحد قال الجون اوف سايد، انا قلت برضو كده اول واحد اول الكره بتتلعب اصلا مش في العاده، انا قلت الراجل ده قال اوف سايد وحلل الماتش والله بجد، حلل الماتش كده وحلل الكوره واحنا قال اوف سايد واستنى بعد ما خلصوا وطلعت اوف سايد. الراجل وقفته وهو بيعمل اللقاء واثق من والله الراجل ده اول انا واحد هنا بطالب برضو البرامج ابراهيم فايق واحمد شهور الناس كلها تستضيف الراجل ده يحلل الراجل ده. والله الراجل ده اول واحد قال الكره دي اوف سايد، هو قاعد كده عمال الكره دي اوف سايد مشط رجله وشرح الكوره عامه. الحمد لله ان شاء الله خليك معانا الماتش الجاي، لمسه يد اي حاجه في جوه 18 لينا ضربه جزاء علينا حسب لمسه يد على الواد اللي قال لي لا دي اوف سايد، الحمد لله وحسبها اوف سايد ما شاء الله، الحكم سمع كلامه بصراحه. ايه رايك في الكلام ده؟ هو كلامه مظبوط. صوت انت الحمد لله يعني فكره ان احنا نصعد مجموعات وبعد كده نبتدي ادوار اقصائيه، لا انجاز كبير الحمد لله ما يعني. يهمناش بالكلام ده، لا ما كانش موجود قبل كده خالص. كان يحلم بان احنا نسعى نكسب اصلا في لا ونجيب اجوان وكذا لعيب يجيب جون والنفسيه كويسه بين اللعيبه. النهارده في اول المباراه بننزل بنسجل معاك حتى لمس اللعيبه مع بعض، الباصات اللي بتبان كل حاجه كويسه ولا وبسم الله ما شاء الله عليه حسام حسن لا عامل شغل باين جدا مع المنتخب، ما فيش حد يقدر يقلل من مجهوده، لا هو عارف يلم اللعيبه حواليه على الاقل. النقطة الأهم بقى إن الماتش الجاي الساعة 11 بالليل ويوم جمعة والناس الساعة 9 ولا 9 الماتش لو كنا صعدنا أول هيبقى 9 بالليل. محمد صلاح بجد والله أعظم لاعب، أثبت في الثلاث ماتشات دول إنه أعظم لاعب في تاريخ مصر، والله أعظم لعيب. تعالى لا ولا انا ما بتكلمش عن محمد صلاح، لا ما هو بيقول لك أنت هتتكلم عن محمد صلاح. لا ده بقول بقى أثبت إنه أعظم لاعب. هو مش فكر في محمد صلاح، لا ما حدش يتكلم عن محمد صلاح. بعد زيزو يبطل كورة بقى خلاص كده. كفاية بصراحة. زيزو يعني أنت كبرت في السن، أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ أنا أهلاوي بصراحة، بس أنت كبرت في السن يا عم زيزو، صرف ال 100 مليون بصراحة للأهلي بدهم. خيرك يا عم، ابص راسك وايدك، خلاص كفايه اعتزل بقى، اعتزل والله بجد. يستاهل ياخد اكتر من امام عاشور في الاهلي. زيزو زيزو ما يستاهلش ياخد اكتر مني في الشغل اللي انا لسه هشتغله. انت لسه هتشتغل. الفرحه يعني بجد انا زعلان والله، بلعب كوره احسن منه. بص هي الفرحه حلوه، احنا يمكن لو كان الهدف دخل فينا كنا ممكن دلوقتي نيجي نتكلم عن زيزو واحنا متضايقين وحرام وعمل انما دلوقتي بنقول على الضحك وبهزار. لا بس هو يعني يا عم انت كتر خيرك وانت لسه ما عملتش حاجه، بس هتحاول تثبت نفسك، خليك واثق من نفسك. واثق من نفسه اللي عنده 30 سنه يا عم. لا هيثبت نفسه يعني في كاس هيجيب لو نزل في استراليا باذن الله يجيب جول، باذن الله يجيب جول. وامام عاشور كفايه الوان شعر بقى، كفايه الناس بتفهمها غلط اصلا، كفايه يعني خليك مركز شويه بقى ايه في الوان الكوره والملعب والاجوان والجو ده، انما جو شعرك كل ماتش بلون مختلف، انت ما بتلعبش في اوروبا تمام، بتلعب عادي مع الاهلي، بتلعب ضد انبي المحله، بتلعب هم يأدي وبيلون براحته ولا ايه؟ لا كلام مظبوط يعني، عايزين يا عم اعمل اللي انت عايزه بس اديلي كوره في الملعب، انا كده بتفرج عليك كوره مش لا بس النهارده ما عملش كوره، النهارده امام عاشور ما جاي، النهارده الاداء كله الفرقه كلها نازله. النهارده محمد هاني مان اوف ذا ماتش من هنا لغايه السنه اللي بعد، وعلى راي اسلام المهدي محمد انفانتينو. مصطفى شوبير ما يسالش عنه، مصطفى شوبير قدم شوط اول جامد جدا، الشوط الثاني من اسوء ما يكون بصراحه، وما فيش دفاع، الدنيا خربانه. انما محمد هاني الله يبارك له الراجل ده مقدم ماتش عالمي النهارده. تخيل ياسر ابراهيم على اخر تاكلينج ده، لا ياسر كده حتى مع الاهلي دايما كان بيجي في اخر الماتشات، فاكر ماتش بيراميدز مع الاهلي برضه كان الدوري اللي ياسر دايما معروف تقريبا، يعني تحس ان هو بينزل يلعب ماتش عشان اخر دقيقه. هو راجل دمه حامي والله اكبر عليه يعني. بقى هو لما حسام اراد ان هو يريحه، عبد المنعم اتصفى اول المباراه فنزل ياسر، نصيبه بقى، نصيبه عبد المنعم ويعني هو نصيبه بصراحه الراجل ده. لا والله بجد احنا بنحبه بس مش حظه وحش، الراجل ده بيتصاب يرجع يلعب 3 دقايق ويتصاب تاني عشان بيستعجل بس. فالمهم ان اي حد يلعب، المهم ان شاء الله ربنا يكرمنا. الله يبارك له، مبروك يا رجاله. الحمد لله هي عدت كده، دايما ربنا طبعا مع الشعب المصري على طول.
الله يبارك فيك. والله فرحه منتصره بقالنا سنين. منتخب عمل اداء حلو. كانت هتبقى قفله وحشه قوي بعد الجون اللي دخل في الاخر ده. والله يعني القهوه بنتفرج على الماتش الدنيا اتقفلت، كنا بنعوض بعد المركز اول اخير. تالت بعد. الحمد لله نيتنا سالكه الحمد لله. دعوات المصريين. ما نيتنا سالكه الحمد لله، دعوات المصريين. صلينا الفجر بقى على طول. يعني ما ينفعش بعد المجهود والفرحه طول البطوله نيجي نلبس في فرنسا الماتش الجاي كده. حصل يعني الحمد لله ربنا بيكرم. بس انا لبسنا في الارجنتين. بس ده الماتش اللي بعد الجاي ان شاء الله. يعني على الاقل نبقى لعبنا دور وصلنا لدور 16 ان شاء الله. الارجنتين تطلع اصلا من الاول. استراليا حلوه عن كوريا. حلو. يوم جمعه اجازه. رغم ان احنا كنا نفسنا نصعد اول بس هي جت تاني بعد ما كنا هنبقى ثالث خلاص في اخر الماتش بالهدف اللي اتسجل واتلغى الحمد لله. والف مبروك طبعا لمنتخب مصر وعلى المجهود اللي عملوه، والهدف الاخير اللي هو الثاني اللي ما اتحسبش ده كان هيضيع الامل خالص. الحمد لله. الحمد لله ان هي ظلمت معانا في الاخر. هي كانت ظلمت فعلا، والحمد لله ان هو ما اتحسبش وجت لصالح المنتخب طبعا، ومفرحين الشعب المصري دايما والامور كلها تمام كده. الحمد لله. الحمد لله. ما كناش نحلم بكده. الحمد لله على كل حال. دايما بنروح لنا 3 ماتشات نخسر ونرجع. لا هو الحمد لله على كل حال، والف مبروك للشعب المصري كله ولمنتخبنا وبنشكرهم طبعا على المجهود اللي عملوه عشان خاطر الشعب المصري. رغم العك النهارده شويه بس يلا بقى تغييرات تشكيله بس ماشي الحمد لله. هي عدت كده. دايما ربنا طبعا مع الشعب المصري على طول، والحمد لله على كل حال.